كيمت حول العالم مع دعاء حلمي على راديو كيمت، محطة على المحطة. على السادة المستمعين، ربط الأحزمة استعداداً للإقلاع مع برنامجكم كيمت حول العالم مع دعاء حلمي. عندنا هتلاقوا غرائب وعجائب ومواقف وحقائق، منها الكوميدي والخفيف والحزين والمدهش من كل دولة من ال7 قارات. احنا بقى هنصطاد الأغرب والأطرف وسط كوم من العادات والتقاليد ونجيبها لكم نتعرف معاكم عليها. والنهاردة حلقتنا هنختار فيها أغرب عادات شعوب العالم لاستقبال المواليد. يعني مثلا عندنا في مصر بنعمل السبوع ونجهز القلة أو الحصان ونحضر الفشار والهون والمنخل وكفة شيء لزوم استقبال النبي حرس وصينه من العين. لكن يا ترى ولادنا القطط المغمضة يحتفلوا بيهم إزاي في البلاد التانية؟ خلينا نخطف رجلينا لحد كوكب اليابان الشقيق. بيقولك إيه بقى؟ لازما في السبوع يطبخوا فاصوليا حمرا ورز، واسمها عندهم أوسيكان. ما علينا. بيقولك الأكلة دي بقى بتبقى رمز للخير وكتر الرزق. أما بقى العادة الأغرب عندهم إنهم بيحطوا عروسة صغيرة يلبسوها الكيمونو، وهو الزي الياباني الشهير، ويحطوها في صندوق معها إيه بقى؟ الحبل السري بتاع البيبي، وده كمان فالخير يضمن للعيل الرزق الكتير. أما بقى عند إخواتهم الصينيين، الأب والأم يلفوا على الناس الأغنياء اللي في الحي، يلموا منهم قصاقيس هدومهم القديمة ويعملوا منها هدوم للعيل. ليه بقى؟ لزوم المباركة بيهم، عشان العيال تطلع في حظهم وفلوسهم، تحس كده إنهم بيحسدوهم مش بيتباركوا بيهم. ما علينا. في البرازيل بقى بيقولك لازما وحتما العيل من دول أول لما أمه تجيبوا الدنيا لازم يلبس أصفر فاصفر، ويروح لبيتهم لابس أصفر فاصفر، إذ بقى يعتبر اللون الأصفر ده هو رمز الحظ للمواليد الجداد هناك. عند جيراننا بقى في نيجيريا لازما أول حمام للعيل يبقى في بيت جدته، ولابد بقى هي اللي تحميه ترحيبا بالطفل. والله عادة حلوة، بس الأحلى منها بقى لو يفضل عندها على طول، يبقى زي الفل. وفي أندونيسيا عادة لطيفة جدا خصوصا للأمهات اللي بيسمعونا. بيقولك إيه بقى؟ العيل من دول لا يتساب على سرير ولا تلمس رجليه الأرض، لازم يفضل متشال لمدة قد إيه يا حبيبتي؟ لمدة 3 أشهر، لغاية أما ظهرك يتقسم. مش عشان حاجة غير إن شياطين الجن والعياذ بالله ساكنة تحت، ولو رجله لمست الأرض ممكن يقفش في العيل. صحيح اللي يعيش ما يشوف. وفي فنلندا لازم الحكومة هناك تهادي المواليد بصندوق كبير فيه إيه بقى؟ هدوم وألعاب وبطاطين، أو يدوله مبلغ حلو كده يعمله بتاع يجي 1000 جنيه مصري. أهدي بقى عادة حلوة بصحيح. حبايبنا بقى في الهند مش بتوع التقاليد الخارعة دي لا مؤاخذة، لا دول بيجيبوا من الآخر. بيقولك بيعملوا للواد والبت اللي لسه مولودين حمام دخان شبه حمام البخار كده بتاعنا. بس ازاي بقى؟ بيجيبوا خشب الشجر حبة كده حلوين ويقوموا ايه بقى مولعين فيهم، وراسهم و1000 سيف يشيلوا العيل ويعدوا بيه من فوق النار عشان يشم أكبر كمية من الدخان. ليه بقى؟ حماية للمولود الجديد من الأرواح الشريرة والأمراض، الشر بره وبعيد. وفي ولاية كرناتاكا فبيقوموا طالعين بالعيل بناية عالية يجي 15 متر وحاتفينه من فوق، بس الصراحة اللي يطمن إنهم بيلقفوه من تحت. يجي 15 راجل على ملاية ويلفوه ببطانية ويرجعوا لأمه. طب ما من الأول كل ده ليه؟ لجلب الحظ السعيد للطفل. نحمد ربنا إن الكلام ده في بلاد تركب الأفيال وبعيدة عن السامعين آلاف الأميال. أهي كلها معتقدات وأعراف لجلب الحظ الحلو والمستقبل الأفضل. ربنا يرزق كل مشتاق ويهني كل مولود بعمر مديد وحظ سعيد. قولوا أمين. خلصت حلقتنا، على وعد بلقاء تاني بكرة من كيمت حول العالم. كنت معاكم دعاء حلمي على راديو كيمت. راديو كيمت، محطة على المحطة. كنتم مع كيمت حول العالم مع دعاء حلمي على راديو كيمت، محطة على المحطة. راديو كيمت، محطة على المحطة.